مع بيبرس أكاديمي هنتعلم حاجة جديدة النهاردة. يلا بينا. شايف الدوال دي؟ سيبك منها، ركز معايا بقى في الإكس لوك أب. دالة جميلة جدا وهتنفعنا كلنا. تبقى عبارة عن إيه الدالة دي؟ أول حاجة عندنا اللوك أب فاليو، وده القيمة اللي إحنا بندور عليها. طيب هندور عليها فين؟ ده مجال البحث. لوك أب أري ندور عليها في مكان معين. طب بعد ما تدور على القيمة وتلاقيها، إيه اللي هيحصل؟ هيجيب لي مجال النتيجة الريتيرن أري، دي اللي أنا عايزه. لما تلاقيه المطابقة دي هات لي البيان ده. طب ايه دول؟ دول اختياري، يعني ممكن نعملهم في المعادله وممكن لا. طب هم ايه لازمتهم؟ الماتش مود دي طريقه المطابقه اللي انت عايز تشوفها بالظبط. لو بالظبط هتعمل زيرو، لو اقرب للاقل او الاكبر سالب واحد واحد وهكذا. طب ايه السيرش مود؟ السيرش مود ده طريقه البحث، يعني هو عايزه يبحث عن القيمه دي من الاول للاخر ولا من الاخر للاول، او ترتيب تصاعدي او تنزل. تعال نشوف بقى امثله عمليه على اللي احنا قلنا. عندي جدول زي دوت فيه كود وفيه كوست وفيه اسماء موظفين وفيه كاستمر اي دي وفيه تواريخ، ومحتاج اشوف استخدم الاكس لوك اب ده على الكود اللي موجود قدامي اجيب الكوست بتاعه. نيجي هنا بكل بساطه نعمل تساوي اكس لوك اب. زي ما احنا شفنا من شويه إن اول حاجه عندنا هي لوك اب فاليو. انا هبص على انهي قيمه، هنقول له هنبص على القيمه دي. طيب هبص عليها فين؟ بص عليها في الداتا دي. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هات الريتيرن اري، ده القيمه اللي انا محتاجها وهي الكوست دوت، والباقي بقيت الاختياري انا مش محتاجه فهعمل انتر. هنيجي نبص على النتيجه ادي ال 124 نلاقي جاب لي الكوست بتاعه ل 2541. طيب تيجي نشوف لو عايزين ندور على الموظف، نقول له اكس لوك اب. لوك اب فاليو طبعا القيمه اللي هندور عليها هي دي. هندور عليها فين؟ في الاسماء هنا. طيب اما نلاقيها عايز ايه؟ عايز الكوست برضو. طيب احنا هنا لو ما لقيتهاش هيديني ايه؟ اديني صفر مثلا. طيب الماتش مود اللي احنا قلنا عليها، لا انا عايزه اكزاكتلي بالظبط، انا هيبقى هنختار زيرو. طيب السيرش مود انا عايزه من الاول للاخير ولا من الاخير للاول. لو انا ما عملتهاش هو هيبقى الطبيعي بتاعه النورمال بيبتدي من الاول للاخير. طب انا عايزه يبتدي بالعكس بحيث يجيب لي ماجد اللي هو يوم 30 3 دوت. انا هم جاي قايل له ايه؟ سالب واحد، فكده هيرتب لي للاخر للاول. اعمل انتر. نيجي نبص على القيمه، هنلاقي ان ماجد اللي هو يوم 30 3 الرقم بتاعه كان 2589 اللي هو جابها لي، ودي في ماجد تاني يوم 3 3 الناتج بتاعه كان 2500 مش هو، بناء على الاختيار بتاع السيرش مود اللي احنا عملناه. تعال نشوف حاجه احسن كمان. الاكس لوك اب عندنا جدول زي ده فيه اسماء وفيه سنين وفيه ارقام بتاعتنا. لو احنا عايزين نجيب الكوست لمازن، اسم مازن في 25، هنستخدم اكس لوك اب. طبعا اللوك اب اري ادي السنه بتاعتنا، هيبص عليها فين؟ ادي السنه اللي هيبص عليها. طب الريتيرن اري هاته من الصف ده، وابتدي اقفل انتر. هنلاقيه جاب لي كده بالمطابقه 145 اللي هي في 25 مع مازن. ودي كانت معادله اتش لوك اب اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، بقت اكس لوك اب بتعملها وبكل سهوله، وكمان بتعملها بمميزات كتير. بمعنى لو انا عايز اجيب اكتر من نتيجه اقدر اجيبها من خلال تغيير بعض الحاجات في المعادله دلوقتي بسيطه، يجيب لي 2025 كلها. لو احنا لغينا دي اكس لوك اب وخدنا برضو الخليه ديت وندور عليها في السنين دي، والريتيرن اري قلنا له الجدول كله اللي موجود عندنا، عملنا انتر. في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقيه جاب اكتر من نتيجه، اللي هو جاب الصف كله بتاع 2025. ودي من مميزات اكس لوك اب. كمان لو انا غيرت السنه هتلاقي النتيجه بتاعتها بتتغير بكل سهوله. اه كل البيانات الموجوده تحت 24. لو احنا حبينا نصعبها شويه على معادله اكس لوك اب وعايزين نقول له احنا عايزين نجيب بناء على الاسم مازن والسنه ديت يجيب لي الكوست اللي موجود، لو جينا احنا هنا ورحنا واخدين المعادله دي مثلا قط وكتبنا بتساوي اكس لوك اب، وجينا قلنا له دور على مازن في الاسماء دي،
والريتيرن اري حطيت له المعادله بتاعتنا اللي انا خدتها اكس، قلنا له انتر، هتلاقيه عمل ايه؟ دور على مازن في 24 جاب لي النتيجه اللي هي 95. لو انا غيرت السنه هتلاقيه بيغير معايا الرقم، لو انا غيرت الاسم هتلاقيه بيغير معايا الرقم بتاعه بكل سهوله. عشان الجمال ده في الاكس لوك اب، تعال نشوف حاجه جميله كمان. لو احنا عندنا موظفين زي دول وفي ارقام وبونص، واحنا محتاجين نجيب ان البونص ده يبقى في انهي نسبه من النسب اللي موجوده عندنا، نعملها ازاي؟ كل حكايه نيجي هنا بيساوي، ونقول له اكس لوك اب، وهيدور على القيمه دي في الكلام دوت، والريتيرن اري يجيب لي النسبه دي. طبعا هنا لو انا عملت اكزاكتلي لازم يدور يشوف البتاع، يشوف الرقم بالظبط، بس احنا هنا مش محتاجين اكزاكتلي، احنا محتاجين تقريبي عشان يجيب النسبه. فهنا بقى سالب واحد لو انت عايز اقل نسبه يجيبها، او واحد يجيب اعلى نسبه، فاحنا نجرب سالب واحد ونشوف هيجيب النتيجه بتاعتنا ايه. طبعا هنلاقيها ظهرت معانا زيرو لان هي دي الخليه معموله نمبر، فهنخليها في المية هتظهر معايا 11%. طب احنا لو عايزين النسبه الاعلى هنخليها واحد بس، اللي هو في المود بتاع الماتش هيديني النسبه الاعلى 13%. من الحاجات الجميله برضو في الاكس لوك اب، ركز معايا فيها جميله قوي. احنا دلوقتي عندنا ايتم وفي بند كده مكتوب فيه حروف، واحنا محتاجين نشوف الحروف دي لو موجوده هنا يجيب لي الرقم اللي قدام. نعملها ازاي باكس لوك اب؟ هنختار اكس لوك اب ونعمل علامه تنصيص نجمه، علامه تنصيص واند، ونختار اللوك اب فاليو اللي هو هيدور فيها. دي معناها ان انت في الكلمه ديت ممكن تلاقي قبلها حروف، بس انا مش عارف الحروف قد ايه، وتعمل حسابك عليها. لو ظهرت معاك هاتها، ونفس الكلام نعمله بعد الكلمة، عشان لو في حروف بعد الكلمة ديت برضو يعمل حسابه ويجيبها معاه. طيب هو هيدور على الحروف دي فين؟ اهوت هيلوك اب اري، هيدور عليها هنا. طيب بعد ما يدور عليها هنا الريتيرن اري، ايه الحاجة اللي هو ان انا محتاجها؟ هقول له هات لي السيلز اللي اتباع دوت. هيبقى عامل ازاي كماتش مود؟ نختار كارد، ودي الطريقة اللي هيقدر يدور بيها على الحروف بتاعته، ونختار رقم 2 نعمل انتر. فلو جينا بصينا على النتيجة كده هنلاقي ان كار دي قدامها النتيجة 5000، هتلاقيها ظهرت معانا. لو انا غيرت الحروف دي كتبت مثلا فان، هتلاقي النتيجة بتتغير معانا. دي من الحاجات الجميلة جدا في الاكس لوك اب. وبس كده.